في كل سهرة اختتام يسير نجوم الفن العربي فوق البساط الأحمر، حاملين معهم أحلامهم السينمائية، وكلهم شوق في التتويج بجوائز الوهر الذهبي. الجائزة الأولى هي جائزتنا كلنا، يعني جائزة نادين تستاهل الجائزة، فيلم هرج ومرج يستاهل الجائزة. يعني أنا سبق وقلت هذا رأي عائد للجنة التحكيم، أنا لا أتفق معهم، بس بالأخير أنا بيهمني إنه الفيلم انعرض في الجزائر، الجمهور الجزائري أحب هذا الفيلم. كانت اليوم مفاجأة لإلي، بس طبعا بشرفني وكتير ممنونة يعني على الجائزة. إدراك مهرجان وهران للفيلم العربي طبعته السابعة يجعله يرتقي في سلم المهرجانات الإقليمية والعالمية، وللضيوف رأي في فعالية هذا العام. في أفلام مستواها مبشر جدا، وبتقول إن في جيل طالع من شباب جامد جدا ويمتلك أدواته الفنية، وفي أفلام يعني حرام تدخل مسابقة. الطبعة السابعة لمهرجان وهران الحقيقة كانت يعني ذات شيء خاص جدا. فكرة تواجد الشباب كمخرجين ومنتجين بمعظم الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية مهم جدا. أكتر حاجة استفدنا بيها من المهرجان إن احنا عرفنا أكتر المخرجين العرب التانيين، والتبادل الأكتر اللي هيبقى بعد كده مع بين. انتهى اليوم المهرجان، مبروك اللي ادوا الجواز، نتلاقاو العام الجاي إن شاء الله. السهرة الختامية أكرمت ضيوف الجزائر بأجمل المقطوعات من الريبرتوار الموسيقي الجزائري، محققة توأمة بين الفن الراقي والفن السابع. حضور نجوم السينما العربية إلى وهران عنوان للوفاء اتجاه هذه التظاهرة الوحيدة التي تحتفي بالفيلم العربي، وموعد للمخرجين الشباب للوصول إلى جمهورية الفن السابع عن طريق البساط الأحمر، بعد أن عاشوا أجمل اللحظات في مدينة وهران الجميلة التي نافست فرنسا في باريسها فلقبت بباريس الثانية. عمر ميليني من وهران طبعا وليس من باريس، قناة الشروق.